يا عم على بركه الله، على بركه الله. بس هم هيتاخروا ولا ايه امتى؟ لا ان شاء الله جايين في السكه. جاي في الطريق؟ باذن الله. على بركه الله. ربنا كلموني يوفق يا وقالوا رب. لي احنا جايين على طول. ربنا يوفق يا رب. بنتها بنت حلال برضه طيبه وتستاهل كل خير. غلبان دي لنا عينيا. جوه. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. عامل ايه؟ ازيك يا ريس؟ ده حضرتك عم العروسه؟ تمام ان شاء اهلا الله. وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا حبيبي. حضرتك الحمد لله. اخويا الكبير. والله. اخويا الكبير ووالدي. اهلا وسهلا. فوق معانا. فوق معانا من فوق يا ابويا. اهلا بيك. فوق معانا من فوق. شرفتونا يا جماعه. شرف لينا والله. الله يعزك يا حبيبي. الله الله يخليك. يعزك الله يعزك. منورنا يا حاج. الله يبارك فيك. تسلم يا حبيبي. منورنا يا استاذ محمد. ده نورك يا باشا، نورك. الله منورنا يا يعزك. عم احمد. نورك يا باشا، ده نور نوركم والله. ايه اللي انت داخل بيه ده؟ والله قلت اجيبها يعني حاجه كويسه كده تنفع فيما بعد ان شاء الله في العزال لو في نصيب. بس بإذن على فكره الله. على فكره اللهم صل على النبي، فكره جميله جدا من دماغك. دي احسن من حاجات كتيره. يعني ممكن تجيب دخل كيكه بتاع جاتوه كل حاجات كده وبيبسي، كل ده بيروح. بس دي اعداء كلته، تفكير في المستقبل. بالظبط. الله ينور عليك. فكرة حلوة والله. دي خطوة جميلة. للشباب خطوة والمجتمع جميلة. والزمن اللي احنا فيه ده لازم الناس تفكر صح. طبعا. احنا قلنا من باب بقى ايه؟ قلنا من باب ان طبعا فكره الشباب اليومين دول اللي يجيب لك كيس فاكهه واللي يجيب لك شوكولاته وبتاع، فليه ما نجيبش حاجه للجهاز يبقى مساعدة. اولى ومساعد بالظبط. فاهم قصدي؟ فقلنا يبقى للمجتمع برضو تبص للحتت دي شويه، اخش بمروحه، اخش بميكروويف، الحاجات دي بتفيد اكتر من الكلام اللي انت عارفه بقى. وتشرفنا بيكوا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك اهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا ابننا محمد غني عن التعريف. اهلا وسهلا. جايين نتشرف نطلب ايد بنتكم المسؤول اسمها وفاء ابننا محمد. طبعا هو عنده محل بتاع قطع غيار، ربنا يسهل الامور. اهلا وسهلا. شرفنا بيكوا يا رب. شرفنا بيكوا. طبعا حضراتكم عارفين مخازن الحاج مجدي التوبجي، احنا معروفين في السوق، واي حاجه من الابره للصاروخ لبنتكم ما تقلقوش وما تشيلوش هم، وخلي بالك جهازها هيبقى عندنا. اهلا وسهلا. كل اللي هتطلبه بنتك هيبقى قبل ما تفكر فيها هيجي لها. احنا عيلة التوبجي، عيلة كبيرة ومعروفة، احنا معانا الفلوس، فما فيش حاجة بإذن الله بنتك هتحتاجها إلا لما يكون عندك. متقلقش من ناحية اطمن يعني. واسال علينا يا ابويا، عيله مجدي التوبجي في السوق معروفه في كل حته، يعني ما تشيلش هم من حته الفلوس دي، خليها اخر حاجه تفكر فيها. بالظبط. حلو. بمناسبة الفلوس دي آخر حاجة، فهي فعلا الفلوس دي آخر حاجة أنا بفكر فيها وببص لها. مع احترامي للي عندكم وربنا يزيدكم. مخازن، شركات، الله يعينكم. محلات، ربنا معاكم. تفيد بقى بكل ده لو جه في يوم على بنتي. يعني ايه الفلوس مش كل حاجه؟ الفلوس كل حاجه. كل حاجه في الدنيا ماشيه بالفلوس. كل خطوه بتخطيها بقرش. طب بقول لك ربنا يدينا الصحه ويعيشوا فينا ابوه. ربنا يخليك ليهم يابا، بس أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل. يفيدك بإيه ملايينك وشركاتك ومحلاتك ومخازنك وأنت نفسك في لقمة فول ومش عارف تاكلها عشان ممنوع عنك؟ هتفيدك حاجه ملايينك بقى بتاعت ربنا. ونعم بالله. حاجه بتاعت ربنا دي ما لناش اعتراض فيها. ونعم بالله. ماشي. ربنا يكفي شر المرض. الواحد بيبقى ماشي كده ومش عارف هو ماشي ازاي. ربنا يديك اخويا الصحة. بعد اذن الحاج وكلام الحاج، هو اخونا بيتدلع على فلوس ابوه، ايه المشكله؟ ربنا يخلينا ليه كده واخد بالك ويتدلع بس انتوا يعني انتوا جايين تقولونا هنا بفلوسكم؟ لا والله جايين- والله. يعني انتوا جايين تشترونا بفلوسكم؟ احنا قلنا احنا عايزين راجل، مش عايزين الفلوس. انا عايز راجل يسوق. وانت مش عارف انت احنا مش عايزين شايف إن راجل ده راجل يسول البنت. انت مش شايف إن لا لا لا، احنا عايزين راجل لا، يسول انت جبت لنا البنت، بنت مش عايزين غلط. الفلوس. جايين كل حاجه بتتكلموا فلوس. لا لا يا ابني انت جبت لنا كلام بنت غلط. فلوس. استنى ثانية واحدة. ثانية واحدة. لا لا لا. خد مروحتك معاك. هات يابا المروحة. داخل لك بالفلوس واقول لك بنتك وهجيب لها فلوس ايه يا الدنيا عم؟ كلها، حياة الدنيا مش كلها كلها هجيبها فلوس. لها.
الفلوس مش كل حاجه. عايزين مفيش رابط. سلام. عايزين رابط. خلاص يا عم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتونا ونورتونا.